سمعتوا عن عيلة البس اللي في الصعيد اللي بتتحول لقطط بالليل؟ سمعتوه؟ طب تعالوا اسمعوا كده الفيديو دوت. هو وعيلته بيتحولوا بالليل قطط. ايه؟ في البطاقه اسمك ايه؟ قال له البس. الواد اللي ارشد عني ده هيموت. على لسان احدى الجهات الامنيه اللي في مرحله من المراحل كان بيتولى منصب رفيع جدا في مكافحه المخدرات، بيحكي عن تاجر مخدرات كان متارجته وكان بيراقبه ومسك متلبس. لما خلاص جابوا الاسم اكتشفوا ان ده شخص مدمن، ومن الادمان وصل للاتجار، فمش هو الراس الكبيره اللي هم بيستهدفوه. مع الاقناع ومع المحايله قالوا له هتستفاد من ماده الاعفاء، ولو انت ارشدت عن الراس الكبيره ممكن تاخد براءه من قضيه الهيروين اللي انت ممسوك بيها. اترعب وخاف وقال انتوا ما تعرفوش اللي انتوا بتتكلموا عنه ممكن يعمل ايه. ودي كانت اول لقطه، ولكن بعد جهود رجاله المباحث قدروا ان هم يقنعوه، وكلموا فعلا في التليفون. قال له مساء الفل، الكميه اللي معايا خلصت، عايز كميه جديده، هنتقابل في الميعاد الفلاني في المكان الفلاني. خلاص تمام تمام. ورجاله المباحث برضو قدروا ان هم يحضروا الكمين المظبوط ويقبضوا على هذا الشخص. ويجي الشخصيه اللي بتحكي الحكايه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هي اللي بتحقق معاه بشكل مباشر. واول سؤال بتساله له اسمك ايه؟ قال لهم اسمي البس. قالوا البس؟ ده لقبك يعني البس؟ قالوا لا اسمي البس. قال له في البطاقه اسمك ايه؟ قال له البس. هات البطاقه. بص البطاقه قال له بس. ايه الاسم الغريب ده؟ قال له يا باشا ده نص البلد عندنا اسمها البس. بيقول انا ما ركزتش، انا كده كده عايز اتكلم في المخدرات وعايز اقفل القضيه بتاعتي، ما ركزتش بس ولا قطه ولا ايا كان، انا مش هشغل بالي بالقصه دي. مين بقى اللي بيورد لك المخدرات ده؟ قال له يا باشا خلاص اتقفلت القضيه، انا مش هقول على حد، عايز تحبسني احبسني. قال له خلاص يعني انت معترف؟ قال له اه خلاص معترف، بس خد بالك الواد اللي ارشد عني ده هيموت. قال له يعني ايه هيموت؟ هيموت ازاي يعني؟ قال له اسمع مني، اسال عني عشان تعرف اللي انا بقوله صح ولا غلط. فالواد اللي هو المرشد اللي هو المفروض سلمه قاعد وقال له يا باشا خد بالك كده انا خلاص خلصت، انا كده حياتي خلصت. قال له انت عبيط يالا، الواد ممسوك قدامنا زي الفرخه الدايخه وخلاص، ده تقريبا هياخد 25 سنه، هيقتلك ازاي ولا يأذيك ازاي وهو هيبقى في السجن؟ قال له يا باشا يبقى انت ما تعرفوش. بيقول انا هنا حسيت بحاجه مش طبيعيه، انا قاعد اهزر واضحك بس الاثنين اللي قدامي دول بيتكلموا جد. هو في ايه؟ ايه القصه دي؟ قال له اطلع انت بس بره وسيب لي الشخص ده اتكلم معاه. قال له في ايه بقى؟ إيه اللي بيحصل؟ الواد ده ماله؟ قال له هو انت ما تعرفش ان البس ده من قريه هو وعيلته بيتحولوا بالليل قطط؟ ايه؟ نعم. بيتحولوا بالليل قطط وبيتنططوا على السطوح، وبيعرفوا كل الاسرار ومحدش بيعرف يمسكهم ولا حد بيعرف يجيبهم. بيتحولوا قطط؟ الظابط اول ما سمع الجمله دي قال له انت بتهزر، ما كفايه خرافات بقى وجهل، ايه يتحول قطه ازاي يعني؟ قال له والله العظيم زي ما بقول لك كده، والواد ده بالذات تحديدا اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو البس ده شخص مؤذي، وبيني وبينك يا باشا مخاوي. الكلام ما دخلش دماغ الظابط، قال له لا الموضوع ده مش جاي معايا. طيب خلاص روح تعالى يا بس. قال له بقى ايه حكايه ان انتوا تتحولوا لقطط بالليل ده حقيقه؟ قال له اه يا باشا، انزل واسال علينا وانت تعرف عيلتنا، احنا حوالي 70 80 واحد من العيله اسمهم البس، وال80 واحد بالليل بيتحولوا لقطط ويعملوا اكتر من كده. لو مش مصدق اسال. تعرف فلان الفلاني بيه اللي ماسك اسم هنا في كذا كذا؟ قال له اعرف. قال له تضمن كلامه ولو كلمته وسالته تصدق؟ قال له اه طبعا ده حبيبي وانا عارف انه عمره ما يكذب عليا. قال له طب كلمه قدامي وانت تشوف هيقول لك ايه. قام رافع سماعه التليفون، ايه يا فلان الفلاني ازيك عامل ايه؟ انا قدامي دلوقتي واحد عايز اعرف من اسمه ايه؟ اسمه البس. قام رد عليا وقام قايل انهي بس فيهم؟ البس كذا كذا. قال له كذا 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 بس انت وقعت مع ده ليه بس يا باشا؟ العيال دي كذا 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 وبتتحول قطط بالليل. قال له يا عم انت كمان، ده انت ظابط زيك يعني، هو ازاي بيتحولوا القطط؟ قال لك والله اسمع مني، الكلام ده داير عندهم كلهم في البلد، والواد ده تحديدا انت ايه اللي وقعك معاه بس؟ انت اعمل له محضره وغوره. قال له طب شغل السبيكر. قال له يا بس. قال له يا باشا. قال له انت ايه اللي وقعك؟ قال له كميه كذا كذا كذا. قال له طب بقول لك ايه، اللي بيكلمك ده حبيبي مالكش دعوه بيه، اطلع بس بره. وقام مكلم التليفون تاني، مكلم الظابط اللي كلمه. ايه بقى الحكايه؟ ماله الواد ده؟ قال له يا عم العيال دي والناس دول والعيله دول ليهم في الجن والعفاريت، الجن بيلبسهم بالليل وبيحولهم لقطط وبيعملوا بقى كل اللي انت عايزه، محدش بيعرف لا يقبض عليهم ولا يمسكهم. واقول لك على الاخطر، الواد ده تحديدا اللي انت ماسكه مخاوي وبيحضر جن وبيستخدم السحر والشعوذه في تجاره المخدرات. حادثتين اتقبض عليه، الضابط اللي مسكه اتحط في تحت النيابه 4 ايام على ذمه التحقيق. الناس شافوه وهو بيعزم وبيقول طلاسم، وقال لهم دلوقتي فلان الفلاني هيقعد في ترعه ويموت. وفعلا الحادثه دريكسيون بيحود وبيقع في الترعه